في كل حلقة هتفاجئ بتحديات ومواقف صعبة، مطلوب مني أتصرف وأطبخ أكلة مبتكرة مهما كان ضيق الوقت أو صعوبة الموقف. بس مع زيت كريستال أنا قبلت التحدي. تحدي النهاردة مش صعب لأني بقابله في حياتي كل يوم. بواقي أكل امبارح لا أنا برضه أرميها ولا حد بيرضى ياكلها، فقررت أعمل منها أكلة جديدة خالص. عندي من امبارح صدور فراخ مشوية، فكرت أعمل منها فتة الفراخ بالزبادي، وطبعا هستخدم زيت كريستال الذرة اللي بيحافظ على الصحة والنشاط. كل اللي هحتاج اعمله اني ازود زبادي، عيش شامي او لبناني متقطع، مايونيز، طحينة، توم، خل، مكسرات مشكلة. أول حاجة هنعملها هتكون تحمير العيش، وفي طريقتين لتحمير العيش. أول طريقة بيكون في الطاسة على النار بالزيت، تاني طريقة بتكون أخف شوية وهي بتبقى في الفرن. هنحط على العيش معلقتين زيت كريستال الذرة وندخله في الفرن. هنشوح الفراخ من تاني بزيت كريستال الذرة الخالي من الكوليسترول عشان تبقى طرية وفريش. في بولة هنحط الزبادي ونحط عليه معلقتين طحينة، معلقة مايونيز، وعليهم خل وتوم. نقلبهم كويس وندي رشة الملح. هنجيب طبق التقديم بتاعنا ونحط عليه العيش المتحمص، وبعدين طبقة من الفراخ وعلى الوش الزبادي، ورشة مكسرات على الوش. النهارده استغليت بواقي الاكل، ورونا انتوا كمان هتستغلوها ازاي. الحلقه اللي جايه انتوا اللي هتتحدوني، ابعتوا لنا اي مكونات وهنعمل لكم بيها وصفه جديده. مستنيينكم. كريستال، صحتك بالدنيا.